الزمالك يتعرض لخسارة تاريخية في دوري نايل بهزيمته من وادي دجلة 2-1. الزمالك لأول مرة في تاريخه من 22 سنة إن وادي دجلة يفوز عليه. لم يحدث في تاريخ نادي الزمالك أن تفوق نادي وادي دجلة مع كامل احترامنا ليهم على نادي الزمالك. فلأول مرة في التاريخ وادي دجلة بيفوز على الزمالك في مباراة ليس لها سوى عنوان سوى الفنكوش. الزمالك لم يقدم في هذه المباراة سوى فنكوش كبير، فنكوش من المدرب يانيك فيريرا اللي انت شايفه بادئ بتشكيل غريب. ما انت يعني الراجل قاعد على الخط، ما انت شايف الكوارث اللي بيعملها السيف فاروق جعفر. وهذا الولد يعني جماهير الزمالك كلها تتعجب على سبب عودته من بيراميدز للزمالك، وعشان ابن الكابتن فاروق جعفر. يا جماعه سيف فاروق جعفر لا يصلح في هذا الوقت للاعب لنادي الزمالك، ما ينفعش. اهو غاب دونجا وغاب محمد شحاته، انكشف نص ملعب نادي الزمالك. مدرب فنكوش قاعد ما هوش عارف يقرا الماتش قدامه. مدرب شاب الوادي دجله اسمه محمد الشيخ، لسه سنه صغير، اصغر مدرب في الدوري العام، بيكاتشن عليه ويقلب الطاوله على نادي الزمالك ويتفوق وادي دجله على نادي الزمالك 2-1. وانت عندك مدرب ما هوش السي في بتاعته مش بحجم نادي الزمالك. مش عارف انتوا ساكتين عليه ليه؟ شوف النادي الاهلي لما تعرض للهزيمه من بيراميدز خلاص قرار فوري، الاطاحه بيه خوسيه روبيرو ويمشي، وحد يمسك مؤقت لحد ما يجيب مدرب اجنبي. اظن النهارده لازم يتخذ قرار باقاله يانيك فيريرا، خلاص يمشي يانيك فيريرا. ليه؟ ليس على قدر ومستوى وحجم وطموحات جماهير نادي الزمالك. الراجل ده مش هتاخد منه حاجه جديده لنادي الزمالك، لن يحقق طموحات نادي الزمالك. مش المدرب بس لوحده، لا، هناك علامات استفهام كتيره. اللعيبه نازله بتتدلع، اللعيبه بتتعالى على الكوره، ما عندهاش روح. لعيبه الزمالك لما نزلوا النهارده استاد السلام كانوا رايحين عشان يكسبوا ويتصدروا الدوري. يا باشا الكوره انك انت تنزل تاكل النجيله، تبقى عارف ان انت لابس الفانيله الزمالك، الفانيله البيضاء ام خطين حمر، مفيش حاجه اسمها الفوز مضمون. الفوز بيروح للي بيعرق، للي بيجتهد. مفيش حاجه اسمها تعالي وغرور. اللعيبه النهارده مغروره. بقى نشوف النهارده مثلا خوان الفينا البرازيل لم يقدمش المستوى اللي جماهير الزمالك مستنيه منه. شيكو بانزا برضه ما قدمش المستوى. كل لعيبه الزمالك ما قدمتش كوره. النهارده مثلا محمود حمدي الونش، لما انت محمود حمدي الونش يطرد وياخد انذار، انت محمود حمدي الونش لو انت زعلان ان انت ما رحتش قائمه منتخب مصر، دي مش مشكله الزمالك. ما تعاقبش الزمالك، انت زعلان عشان ما رحتش المنتخب، تقوم تلبس الزمالك في طرد واحنا متاخرين بهدفين. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ احمد فتوح يا دوبك لسه المدرب بينزله عشان يلعبه في نص الملعب، وده مش مكان احمد فتوح. يغلط ووادي دجله يستغل الخطا ويحرز الهدف الثاني. كل لعيبه الزمالك النهارده علامه استفهام كبيره. الزمالك النهارده العنوان فنكوش كبير، المدرب فنكوش كبير، الجهاز الاداري فنكوش كبير، جون ادوارد فنكوش كبير، مجلس الاداره فنكوش كبير، اللعيبه فناكيش كبيره. لامتى؟ النادي الاهلي قدم لك هديه على طبق من ذهب لما اتهزم من بيراميدز. فرصه سانحه قدامك انك تركب الدوري وتتصدر قبل التوقف الدولي وتعمل بقى ويبقى مزاجك رايق. لكن للاسف من اول ما اعلنوا عن هذا المدير الفني يانيك فيريرا، وانا قلت هذا المدرب بالسي في بتاعته لا يصلح لتدريب نادي بحجم وقيمه نادي الزمالك. يا جماعه عيب. عندنا مدربين مصريين من ابناء نادي الزمالك افضل من هذا الرجل 100 مره. عندك الكابتن طارق مصطفى، لسه البنك الاهلي استغنى عن خدماته وعين الكابتن ايمن الرمادي. فرصه سانحه، فرصه من ذهب، فرصه من ذهب ان انت تجيب الكابتن طارق مصطفى بجهازه. صدقني هيعمل شغل ويقدر ينافس على الدوري الممتاز بدل من هذا المدير الفني اللي ما عندوش اللي يقدمه النادي الزمالك. لسه ما هو السي في من الاسماء الكبيره انك عشان تقول انا عندي مدير فني اجنبي. جون ادوارد نادي الزمالك بيحتاج سكواد كبير، لسه سكواده ناقص.
لازم أن يكون عندك بديل لشيكو بنزا، لازم أن يكون عندك بديل لإخوان ألفينا. عمر جابر ما عندكش بديل لعمر جابر. محمود جهاد مصاب من بقاله مده، احمد ربيع لسه ما ظهرش. حتى المدرب يانيك فيريرا من الغرور والتعالي اتكلم عن سيف الدين الجزيري. انت ازاي تعادي لعيب من اللعيبه بتاعتك حتى لو مش هتلعبه؟ ما تقولش الكلام ده في مؤتمر صحفي. مجلس الاداره فين؟ مجلس اداره نادي الزمالك ما بيتكلمش ليه؟ شايف جماهير النادي الاهلي وهي بتزوم على كابتن محمود الخطيب عشان ريبيرو اتغلب من بيراميدز، على طول شالوا ريبيرو وهيشوف بقى هيجيب مهاجم رغم انه عنده محمد شريف ونتس جراد شقر. انت يا باشا عندك نواقص كتير. وينج يمين يكون بديل لشيكو لاخوان الفينا، وينج شمال يكون بديل لشيكو بنزا. محتاج باك رايت، محتاج تدعيمات. انت محتاج تدعيمات، لسه سكوادك ناقص. واهم حاجه ان هذا الفيريرا يرحل. ارحل يا فيريرا. واللعيبه لازم تفهم ان مفيش حد اكبر من نادي الزمالك. مفيش حاجه اسمها غرور وتعالي. ليه؟ لان جماهير الزمالك النهارده بايته مقهوره على هذه النتيجه. عندك فرصه ذهبيه يا راجل، فرصه ذهبيه انك تركب الدوري وتتصدر. اداها لك بيراميدز لما هزم الاهلي على طبق من فضه، تقوم تفرط فيها. عاده دايما نادي الزمالك ده عادته انه يحرق دم جماهيره ويفرط دايما في انه ياخد معظم الدوريات اللي خدها النادي الاهلي خدها بسبب تفريط الزمالك فيها. ليه؟ عندك فرصه ذهبيه يا راجل، استفيد منها. ارجو ان يستمع العقلاء في نادي الزمالك. هذا الفيريرا لابد ان يرحل النهارده، الليله دي قبل بكره. عندك طارق مصطفى اقسم بالله مستواه احسن منه مليون مره، او هات مدير فني اجنبي بس في CV عاليه كبيره تحقق طموحات نادي الزمالك. النهارده علامات استفهام على كل اللعيبه. محمد صبحي، لما تيجي تقيم محمد صبحي تلاقي ان محمد صبحي ما يستحقش اكتر من 5 من 10. ليه؟ صد بس دخل فيه اهداف. يعني الهدف الثاني كان ممكن محمد صبحي يمسك الكوره، انت صديت ووقعت من ايدك، يعني كان ممكن تمسكها يا محمد يا صبحي، كان ممكن تمسكها. الونش لا يستحق، ما يستحق، صفر. الونش صفر، سواء في ادائه او في ان هو سبب في ان الزمالك يلعب وقت طويل. ناقص لعيب. حسام عبد المجيد برضه بيتدلع، برضه لسه 5 من 10 مش اكتر من كده. بنتايج علامه استفهام كبيره قوي على مستواه، 5 من 10. عمر جابر يعني برضه عمر جابر السن يعني محتاج حد يساعده، محتاج بديل ليه. عمر جابر ما يستحقش اكتر من 5 من 10. سيف جعفر صفر، ولو في درجه اقل من الصفر هديها لسيف جعفر. يا جماعه انتوا رجعتوا سيف جعفر من بيراميدز ليه؟ ايه السبب يعني؟ عشان ابن فاروق جعفر؟ هي مجاملات؟ شيكو بنزا يعني حاول، ممكن تديله 6 من 10. اخوان الفينا ممكن تديله 6 من 10. عدي الدباغ 5 من 10 برضه، لسه عدي الدباغ ما عملش حاجه. انت مقعد ناصر منسي ليه؟ حاول تدور من بدري عشان توجد منافسه بين المهاجمين بتوعك. ناصر ماهر ما عملش حاجه غير الهدف، ضغط وجاب الهدف، بعد كده مش موجود. ناصر ماهر 6 من 10. ناصر منسي نازل بديل، هقيمه ازاي؟ احمد فتوح نازل بديل واخطا بهدف الجون، يعني مشكله كبيره قوي لاحمد فتوح. كل الفرقه النهارده عنوانها انهم ضيعوا انهم يركبوا الدوري وتصدروا الدوري من بدري. لكن الاهم جدا ان فريرا ده لازم أن يمشي. واوعى تكون مفكر ان كابتن طارق مصطفى لما اقوله من البنك الاهلي ان هو مستواه سيء. ده راجل كوتش على اعلى مستوى. اتمنى ان طارق مصطفى يمسك السكواد ده اهو، وشوف الكابتن طارق مصطفى هيعمل معاك ايه. وانت عندك فرصه التوقف الدولي ده، فالحق بقى مشي الراجل ده وخلصنا منه وهات لنا مدير فني كويس. اتمنى انه يكون الكابتن طارق مصطفى، على امل ان احنا نلحق نعدل السكواد بتاعنا في الصفقات الشتويه علشان الزمالك يفضل مستمر في الصداره. الاهلي اتهزم، انت اتهزمت، بيراميدز اتهزم. الاهلي اتعادل، بيراميدز اتعادل، انت اتعادلت. يعني الدوري لسه بدري قوي. لكن الزمالك دايما من عادته انه يفرط في الهدايا اللي بتتقدم له سواء من الاهلي او من بيراميدز. مجلس اداره نادي الزمالك وجون ادوارد
وكل اللي بيحبوا نادي الزمالك لازم ناخد قرار النهارده ان هذا الفيريرا لازم يمشي، ما قدمش حاجه تشفع له عند جماهير نادي الزمالك، واللعيبه لازم يتخصم لها فلوس كتيره جدا. اللي جاي يتدلع ده مكانه مش نادي الزمالك، اللي جاي يتدلع ده مش مكانه مش عندنا، يركن. اتمنى ان يستمع الحكماء في نادي الزمالك الى كلام الجماهير ومشاعر الجماهير الغاضبه. لسه الوقت بدري، انت ما انتش متاخر، انت ترتيبك تاني الدوري دلوقتي، المصري فارق عنك ببونت واحد، لكن ما ينفعش كان عندك فرصه ذهبيه ان انت تتصدر الدوري العام وتروح التوقف الدولي وانت مزاجك عالي العال والجماهير مزاجها رايق. ومحمود حمدي الونش لابد ان يعاقب على هذا الطرد اللي كلف نادي الزمالك الكتير. الفرصه لسه موجوده، بس انت لو صلحت الخطأ من بدري، لكن لو سبت هذا الفيريرا الزمالك مش هيروح لأي مكان بعيد، وهتبقى مشكلة كبيرة جدا في الدوري. مش مشكلة، متعوضة إن شاء الله بإذن الله، لكن لو سمعنا الكلام والقادم أفضل بإذن الله. في أمان الله.